السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ولادي والماما احنا عايزين ننزل نجيب دونتس. نزلت اسال على الواحده، لقيت الواحده ب15 جنيه وصغيره كمان اصغر من دي، فمعقول احنا نجيبها ب15 جنيه؟ طبعا عشان عندي عيله فما ينفعش، اقل حاجه هجيب لكل واحد اتنين، فحرام التكلفه دي. هنا بكوبايتين دي عملت المجموعه دي كده كلها. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي على طول. اول حاجه هنا عندي جبت كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين صغيرين سكر، ورشه بسيطه كده من الملح، وهنزل بمعلقة صغيرة كده مليانة هرمية خميرة، ومعلقة صغيرة فانيليا. وهقلب كده كل الكلام ده مع بعض، وهنزل كمان ببيضتين بحرارة الغرفة. وهنزل المفروض بيبقى بنص كوباية لبن دافئ، انا حطيت كوباية الا، كنت حاسة يعني ان الدقيق زودت له يعني كمان معلقتين كمان دقيق. فانتي اعملي بنص كوباية لبن، بس نص كوباية لبن دافئ. دافئ ما يكونش سخن عشان ما تبوظيش الخميرة معاكي. هتحسي ان هي كده ملزقه معاكي، ما يهمكيش. حطها كده على بلانش عندك، وانزلي عليها كمان بمعلقتين زبده برضو بحراره الغرفه، وهنفضل كده نلم كده فيها. هتحسي ان هي بتلزق، ما تقلقش خالص مع التقليب المستمر. هتلاقيها لمت معاكي وبقت زي الفل. بصها. طبعا هنا كل دقيق بيختلف عن التاني. لو انت حسيت ان الدقيق بتاعك حسيت ان هي ميه قوي، تقدر تحطي لها معلقتين، تضيفي لها معلقتين دقيق. وجبت هنا كده طبق كده، وقمت مدهناه بحبه زيت صغيرين وحبه زيت من فوق الوش عشان ما تنشفش، وهنغطيها كده نسيبها تخمر لمده ساعه، ونرجع لها تاني. هنا كده بعد ما فاتت الساعه، بصوا عدت ازاي. بسم الله ما شاء الله، بقت بصوا طريه جميله جدا، بقت عامله زي الملبن. هجيب هنا كده اي حاجه كده افرد عليها، تكون بلاستيك او اي حاجه. انا عندي عشان خاطر الرخامه الصغيره فمش هعرف ان انا اخد راحتي فيها يعني. طبعا الورد اللي انا حاطاه ده كده خيرني، دلوقتي هشيله عشان نعرف نتحرك. هجيب هنا كده بقى السكينه واقطعها ل 12 قطعه. يعني تقدري تقطعيها من 12 ل 13 قطعه معاكي. وطبعا ما تقلقيش، ما تحسيش ان العجينه تطلع معاكي صغيره، لا احنا لسه هنخمرها مره تانية. ناخد كده كل قطعه كده اهيت، من غير قطع الدوناتس ولا اي حاجه خالص. لميها كده كوره اهيت، واعملها فتحه صغيره كده من النص، وبس خلاص. مش محتاجين نقطع الدوناتس ولا اي حاجه خالص. هعمل لكم واحده تانية اهيت، تقطع كده من النص. مفيش اسهل من كده، وهي العجينه كمان مرنه معاكي، وهتبقى يعني مريحاكي. هنا كده بعد ما خلصت الكميه، طبعا انت هنا ممكن تقولوا في واحده صغيره واحده كبيره، لا الكبار دول كانوا خلاص كانوا خمروا عبال ما كنت كملت الباقيين. دلوقتي بعد ما اخمرهم كمان نص ساعه او ساعه الا ربع، هتلاقوا بصوا كله اهوت بقى بقى مرتفع واحد. هجيب هنا كده بقى طاسه زيت كده على النار. انا عايزه الزيت ما يكونش حامي قوي، على نار هاديه. وننزل بقطعه الدوناتس كده واحده واحده. زي ما قلت لك النار تكون هاديه، الزيت ما يكونش سخن خالص، لان لو الزيت سخن هيديكي لون وهتبقى العجينه من جوه مش مستويه. مجرد ما تاخد لون تقلبي على طول. طبعا انا جبت هنا عندي كده الشبكه دي، هطلع عليها الدوناتس تتصفى براحتها. طبعا احنا الحمد لله العجينه بتاعتنا حلوه، ولا شربت زيت ولا اي حاجه خالص. حطيت هنا كده دور تاني اهوت. وباي حاجه عندك كده خشب، يعني بلاش الشوكه عشان الشوكه ما تخرمهاش، تقدري تطلعي منها كده. بصي هنا دي الكميه كلها بقى اللي طلعت عندي من كوبايتين دقيق. بوريكم انا العجينه طريه ازاي وجميله. طبعا انا عندي هنا كده صوص شوكولاته، وصوص اللي هو الكراميل ده. وكمان كنت مسيحه كده شوكولاته بيضاء. انت برضك لو انت مش عايزه تحبي، لو انت مش حابه يعني تحط لها الشوكولاتات دي، تقدري تعمليها تحط عليها سكر وخلاص، وهي هتبقى حلوه قوي برضه. بس انا كان عندي الشوكولاته دي في التلاجة من حاجه العيد، بودي فور والحاجه انا عملتها معاكم، فاستغلتها يعني. لكن انا لو ما كانش عندي الشوكولاته، انا ما كنتش اشتريت حاجه من بره، كنت حطيت عليها سكر بودره، كانت هتبقى جميله برضه. هنا بقى الشوكولاته البيضاء حبيت اعمل فيها شكل كده زي اللي احنا شفتوه كده من بره، لان كنا عاملين نفس النظام ده كده بالظبط.
فلقيت الموضوع سهل وبسيط. طبعا انا حطيت هنا البلانشه البلاستيك ديت عشان خاطر ايه كل اللحوسه بتاعه الشوكولاته تنزل عليها، وبعد كده ايه اخدها اغسلها تبقى مش مبهدله الدنيا يعني. بصوا ايه رايكم بقى في الشكل وطعمه، عايزه اقول لكم حكايه. بصوا طريه ازاي من جوه ومقرمشه كده، وطعمها حلو قوي من بره، جميله جدا، وريحتها كانت قلبه البيت بصراحه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ويا رب يكون قدرت افيدكم، واسيبكم في رعايه الله والامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.